السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل اولادنا بيحبوا قوي البطاطس المتحمرة بتاعت بره. النهارده هنعملها في البيت ورخيصة جدا واحلى واجمل من بره بكتير، وكمان حاجة مضمونة ونضيفة في البيت. اول حاجه هجيب بطاطس تكون انتي متاكده ان هي بتاعه تحمير، او لو انتي مش متاكده من وانتي بتشتريها اشتري نص كيلو او اشتري كيلو وروحي حمريه في البيت. ولو طلعت معاكي بطاطس حلوه وجميله في التحمير تقدري تروحي تجيبي الكميه وتخزنيها في الفريزر من السنه للسنه. لكن انا بصراحه البطاطس اللي عندي في منها حلو وفي منها في التحمير مش حلو. فانا جربت برضو في بطاطستين تلاتة كده من اللي عندي، ولما طلعت تحميرة حلو قلت لازم اصور لكم الفيديو ده. فالفيديو ده بيرجع ليكوا انتوا في نوع البطاطس اللي انتوا هتجيبوه. لو انت مش متأكدة من البطاطس اللي انت هتشتريها تقدري تشتري نص كيلو زي ما قلت لك وحمريه وشوفي النتيجة عاملة ازاي. انا البطاطس دي مش اول مرة افرزها، فرستها قبل كده وصورت الطريقتين، والمرة دي الطريقة دي برضو انا يعني دي تاني مرة اعملها بالطريقة دي. اول مرة ان انا بعد ما قطعتها وغسلتها حمرتها ربع تحميرة في الزيت، يا دوب بس شمت غلوة الزيت كده، وكان زيت غزير وسخن. طلعتها على مناديل مطبخ، وبعد ما هديت خالص رحت على طول معبياها في اكياس وحطها في الفريزر، وطلعتها بعد كده بعد ما جمدت، والموضوع ده كان في رمضان. بقيت اطلعها واحمرها بتبقى زي بطاطس بره بالظبط. وكان تاني مره اللي هي بقى المره الطريقه دي، جبت بطاطس وقطعتها وغسلتها حلو جدا بالحجم اللي انتوا تحبوه، بس خلوه وسط، ولا رفيع قوي ولا تخين قوي. هتجيبوا ميه تغلي على النار تحطوا فيها معلقه من الخل ومعلقه من السكر. والسكر هنا مادة حافظة، والخل بيحافظ على نضج البطاطس. تمام. ببدأ ان انا احط السكر واحط الخل وانزل البطاطس بعد ما غسلتها حلو جدا من اي رمل واي طينة فيها، وببدأ اصفيها واخدها كده احطها في قلب المية المغلية. بتقعد قد ايه في المية المغلية؟ بتقعد 10 دقايق. 10 دقايق. لو انتي مقطعة البطاطس تخين، لو انتي مقطعة البطاطس رفيع تقدري ان انتي تسيبيها 5 دقايق بس. اول ما تغلي اول غلوه بعد 10 دقايق اصلا هي هتغلي اول غلوه، تقومي شايلاها على طول وتقومي جايبه ميه بتلج، او ميه ساقعه تكوني مسقعه كده شفشق كبير ميه كده في التلاجة، او تجيبي مكعبات تلج زي ما انا جبت وتفضيه في قلب الطبق البلاستيك بتاعك. طبق كبير كده عشان ياخد الكمية اللي عندك. اي كمية تقدري تعمليها اعمليها. عايزة تجربي في نص كيلو او في كيلو بس اللي انتي شايفاه. انا مش اول مرة اخزن البطاطس البون فريت، وصورتها قبل كده معاكم، كانت مرة بالطريقة دي وكانت المرة التانية بالطريقة اللي هي متحمرة 3/4، متحمرة نص تحميرة او ربع تحميرة. تقدروا ترجعوا الفيديو برضو على القناة كده هتلاقوه من كام شهر كده كان معمول، وكانت الطريقة والنتيجة كانت هايلة جدا. جبت بقى طبق حطيت فيه مكعبات من الفريزر فيها تلج، ورحت مخليه المية كده ساقعة عشان لازم تاخد الصدمة المية الساقعة دي. تطلعي من المية المغلية تحطي على المية الساقعة على في المكعبات يعني دي، وبتطلعيها بعد كده بتصفيها. فانا هجيب الحله دلوقتي احطها جنبي على الرخام عشان تشوفها في قلب الكاميرا، وهتشوفوني وانا بحطها في قلب في قلب طبق المية الساقعة. الصدمة دي مهمة جدا، بتحافظ على لون البطاطس. البطاطس لو اسودت منك يبقى عيب بطاطس. البطاطس لو عملتيها بنفس الطريقة واسمرت منك يبقى عيب بطاطساية مش عيب طريقة. تمام. عشان في ناس كتير كتبولي في التعليقات قبل كده ان البطاطس بعد ما عملوها بالطريقة دي طلعوها تاني يوم او جم يشوفوها بعد ما خزنوها لقوها اسمرت جدا. انواع البطاطس كتيرة جدا. عايزة تجيب الحمرة خالص اللي هي بتاعت الشيبس وتعمليها، هي بتبقى مخصصة بس للبطاطس الشيبس او البطاطس المحمرة اللي هي البطاطسية الحمرا خالص دي. تقدري تجيبيها. لكن انا يعني في ناس بيقولوا البطاطس ام نقطة حمرا بتبقى حلوة في التحمير. انا جبتها قبل كده وما كانتش حلوة في التحمير. السبونطة بيقولوا فيه حلوة في التحمير، وانا برضو جبتها قبل كده وما كانتش حلوة في التحمير. فهو فهو بس بيرجع لنوع البطاطس. فجربي في كمية بسيطة كده علشان تضمني ان هي هتطلع حلوة معاكي وتخزني الكمية اللي انت عايزاها. اولادنا لما بنيجي نخرج في اي مكان عام بيحبوها جدا من العربيات بتاعة البطاطس وعليها كاتشب ومايونيز. تقدري تعمليها في البيت بما انك اولادك اجازة، وتطلعها لهم كده بالليل وتحط لهم برضو كاتشب ومايونيز، وتحسسيهم كده بجو الخروج وجو بره لو انت متحبوهم شكله حاجة من بره.
بابدأ بقى إن أنا آخدها من المَيّة الساقعة أصفّيها، وباوريكم بُصّوا البطاطساية بتتقسم معايا بكل سهولة، بس مش مستوية أوي، هي واخدة ربع سِوَى بس مش أكتر، يا دوب باجي أكسّر كده البطاطساية بإيدي بتتكسر بكل سهولة، وصابعي بيغرس فيها أهو، يعني هي خلاص واقفة على إنها تتحمّر بس. باجيب أكياس تلاجة بعد ما تبرد تمامًا، ما تعينيهاش متخزنة سخنة. بعد بقى ما بتبرد باجيب أكياس تلاجة وباقوم حاطة فيها كمية البطاطس اللي أنتِ عايزاها. أنا مش هاكتر في الكيس لأني يعني أنا ممكن لو عندي غدا أطلع منها عادي، لكن أنا عاملاها بصراحة لأولادي بيحبوها جدا بكاتشب ومايونيز بقى، وساعات بحط عليها موتزاريلا في الفرن وبياكلوها كده بالستيكس. ببدأ بقى إني أنا أقفل الأكياس، بس قبل ما أقفل الأكياس أطلع الهوا كويس جدا. بقفل الأكياس وأقوم على طول حطاها في الفريزر، وبطلعها بقى كل كيس كده على قد التحمير. بسخن زيت غزير جدا ويكون سخن جدا جدا، يعني يكون هي مغمورة كده في قلب الزيت، ويكون الزيت سخن تماما. بعد بقى ما بتتحمر بتفضل كده مقرمشة من بره وطرية من جوه. هوريها لكم في فيديوهات تانية كتير وانا بعملها لأولادي او انا بحطها جنب اي غدا. يا رب الفيديو لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، ولو بتتفرجي على الفيسبوك اعملي شير للوصفة عشان الكل يستفاد بيها. دمتم بألف خير وربنا يديمكم نعمة في حياتي. وكنت معاكم الشيف هبة شيحة من قناتي على اليوتيوب مطبخ هبة شيحة. مع السلامة.